بدايه الشغل مع عمرو دياب والاغنيتين دول جم ازاي؟ يعني التعاون حصل ازاي في البوم راجعين؟ ما هو عمرو دياب كان ساعتها مع شركة صوت الدلتا. صوت الدلتا. م. صوت الدلتا هم كانوا بينتجوا برضو قبل كده لسيمون. اه. فانا عملنا ماشية وساعتي مش مظبوطة ونزلت وكسرت الدنيا. م. ونفس الشركة فاقترح اسمي في الشريط ده، وخاصة انه الشريط ده عمرو كان يعني اولا كان اول مرة يتعامل مع ياسر عبد الرحمن مثلا، صح. جابه في لحنين. م. اول مرة يتعامل معايا برضو جاب لي كان في عايز يغير كان عايز يغير ويروح لحته ارتستيك شويه يعني. م. ف وبلس انه على فكره حتى اغنيه حاولت ده لحن مش سهل ابدا يعني، لحنه لحن هو. تقيل، لحنه هو م. لحن دسم يعني. م. آه بيتنقل ما بين عده مقامات في يا اللحن ده. لهوي يعني. اول ما سمعت حاولت دي فكرت في ايه؟ بس فكرت في عملت اللي انت سمعته ده. في اوركسترا كده ما وفي. هو انا بص يعني محمد منير كان دايما يقولها بضحك يعني، يقول لك بص اشرف وهو بيسمع اي جايد اوعى تبص لوشه لانك مش هتفهم حاجه. م. ببقى سرحان لاني سامع الاغنيه بس بصوت تاني، يعني سامعها خلصانه اه، بالصوت اللي هتطلعه في فمركز التوزيع. جدا، فممكن ابقى مكشر بس مبسوط جدا بالاغنيه. انا يعني انا بس من كتر التركيز عشان اسمع اللي انا عايز اسمعه. يعني تخيل انت بتسمع جايد من الناحيه دي وبتطلعه من الناحيه التانيه خلصان، فدي عايزه تركيز مرعب. يقول لك طبعا. اشرف ما تتفرج ما تبصش عليه وهو بيسمع اي اغنيه لاول مره. وجات لك حاولت وانسى قلبي. اه كان عمرو دياب ملحنها على عود ولا كان ملحنها ايه لما كان سمعك الجايد؟ ملحنها بصوته كده، بصوته رحت له البيت فراح مغنيها لي على طول. كده. اه سجلت سجلت الشريط. التسجيل ده وخدته معايا. اه. كان تعليقه ايه؟ لان عمرو دياب دايما بيتدخل في التوزيعات. كان ما بقى هي دي ايه اللي بقى حصل ايه بقى؟ الظاهر ان هي دي يعني ايه حاجه ما عجبتوش شويه، انه انا من يعني هتشتغل امتى؟ قلت له بكره. فالكلام ده كان مثلا الساعه 6 7 بالليل. هجي لك بقى بكره ونقعد ونشتغل وبتاع. اه. ماشي حاضر. جه لاني مخلص الاغنيه. انا لما خدت الجايد من كتر ما هو عجبني سخنت عليه فرحت. كانت انسى قلبي ولا حاولت؟ لا حاولت. حاولت الاول. فعجبتني جدا فقمت رايح الاستوديو من كتر ما انا مبسوط بالاغنيه ومبسوط انه عمرو دياب يعني اقصد حاجه كويسه قوي يعني. لحن حلو ومطرب سوبر ستار. ف فدخلت الاستوديو الساعه مثلا بعد ما سبته الساعه 9 بالليل مثلا. جالي هو بقى تاني يوم الساعه 7 لاني في الاستوديو بقفل في الاغنيه. وجبت اللايفات لا تاني يوم بنيت الاغنيه. بنت يعني ما ينفعش اخد طبعا. تكات الا لما مم. يسمع ويبقى تمام ومبسوط. ده عمرو دياب يعني. لقاك مقفل الاغنيه. فهو طبعا لما لقى الاغنيه واقفه على حته وبعدين ما هي حلوه مفيش حاجه جدا. يتدخل فيها. فممكن يكون ده برضه ما ريحوش شويه بس يعني. ادالك انسى قلبي برضه. ما هو برضه حصل نفس الشيء. اه. لا بس هو كان رد فعله ايه على انك لعبت حته اكابيلا فيها او؟ لا كان مبسوط جدا. بص كانت هو جديده. طبعا. لا وهو بص من اذكى المطربين اللي اشتغلت معاهم في حياتي بجد. يعني انسان دؤوب جدا وبيفكر لنفسه 24 ساعه في ال 24 ساعه بجد. يستاهل اللي هو فيه واكتر كمان بجد. بتعتز بالاغنيتين دول؟ طبعا. لان هما كمان كان فيهم شكل موسيقي جديد جدا ما الحمد لله. عملوش. وبعدين هو زي شفت صديقك كاتب على الاغنيه، اغنيه معموله من سنه كام دي؟ من سنه 94. طيب عد بقى كام سنه. يا عمر 30 سنه او والراجل هو اكتر من بيتكلم 30 عليها سنه. النهارده.